لماذا هذا الاداء، هقول بصراحه الاداء الباهت للمنتخبات العربيه في الجولتين الاولى والثانيه باستثناء فقط المنتخب المغربي؟ وعاوز استثني موريتانيا، لان موريتانيا مش مطالبه بحاجه. نيجي بقى على تونس، نيجي على الجزائر، نيجي على مصر. دول يعتبر 3 منتخبات اصحاب تاريخ، امل كبير. تحس ان هم بيلعبوا اول مره في البطوله. ايه فين الخبرات؟ فين الاستعداد؟ فين الجاهزيه؟ فين الشخصيه؟ احنا عاوزين منكم الماتشات الجايه تبقى افضل. طب هو نعم تقصير من اللاعبين ام في اسباب اخرى؟ بص، هي الاجواء طبعا، انا 100 مره هقولها. الاجواء صعبه، الرطوبه عاليه، درجه الحراره عاليه، الظروف صعبه. انما الخبرات فين؟ الشخصيه فين؟ هل من المعقول ان احنا نوصل ان دلوقتي يبقى متصدر مجموعتنا مجموعه مصر الراس الاخضر؟ ايه ده؟ ناميبيا تكسب تونس؟ ايه ده؟ اليوم الجزائر تتعادل مع انجولا وتتعادل مع بوركينا وتستنى المباراه الثالثه ليه؟ فين شخصياتكم؟ فين الخبرات الموجوده؟ فين تراكم الخبرات؟ فنتمنى البدايه دي تتحول، ايوه، ويبقى في تحسن، وتستخدموا مهاراتكم وتبقى في شخصيه موجوده، والادوار الجايه ان شاء الله نشوف شخصيه ثانيه مختلفه عن الامور اللي احنا شفناها. عيب قوي، عيب قوي ان المنتخبات العربيه بألقابها الكبيرة وبخبراتها توصل للمباراة الأخيرة وتعمل حسابات. هنجيب إيه؟ هنجيب آلة حاسبة عشان نحسب؟ بعد ما نوصل للمباراة الثالثة نقول هنلاعب مين؟ هنا أبدأ بتونس. تونس بقى أنا كنت عليها أمال قبل البطولة. تونس في كأس العالم كسبت فرنسا، كسب بطل كأس العالم. هل من المعقول أول مباراة يخسر من ناميبيا؟ هل من المعقول معاه جنوب أفريقيا؟ هتقول لي جنوب أفريقيا ده صن داونز. هل منتخب تونس يخسر من سان داونز؟ هل منتخب تونس يخسر من ناميبيا اول مباراه؟ مباراه مالي هي المباراه اللي كانت على الورق اصعب مباراه. فعاوزين وجه مختلف للمنتخب التونسي. اللي انا اعرفه على المنتخب التونسي اللي الناس بتخاف منه، اللي الناس ما بتحبش تلعبه. فين الرذاله اللي موجوده؟ فين الخبث الموجود؟ فين الشراسه الموجوده؟ فين الروح الموجوده؟ عاوزين الكلام ده يبقى موجود. زي ماتش نيجيريا البطوله اللي فاتت، هل كل ما انتوا تتحطوا تحت الضغوط ويبقى المنافس قوي توصلوا لدرجه القوه المناسبه ليه، ولما كان المنافس سهل تستسهله؟ صعبت عليكم المأموريه. ورونا بقى